السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في مطبخ الورد الجوري. النهاردة هعمل معاكم الأوزي السوري، أكلة شامية هنجربها مع بعض. مفيش مانع ان احنا نجرب الأكلات الشامية أو أي دولة عربية تانية، أكيد طبعا حلو. هنجربه مع بعض وهنشوف هنعمله ازاي. أول حاجة عندي الرز البسمتي، لازم يتنقع ساعتين في مية سخنة وهسيبه. دلوقتي هوريكم اللي انا هستخدمه في الوصفة بتاعتنا النهاردة، الوصفة السوري، وصفة الأوزي السوري او الأوزي الشامي. انا عندي هنا نص كيلو رز بسمتي نقعاه بقاله ساعتين، عندي بسلة، عندي لحمة مفرومة وهخرط عليها البصل، وعندي لحمة برضو سلقاها ومقطعة قطع صغيرة، عندي كمان مكسرات، وطبعا التوابل بتاعتي الفلفل والكمون، مش عايزة اكتر من كده، والسبع ممكن يعني تحطي شوية 7 بهارات. عندي كمان الجلاش، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. دلوقتي جبت طاسة وحط فيها اللحمة المفرومة والبصل، ادي اللحمة المفرومة مع البصل وهسيبهم كده يشوحوا، واحط الفلفل والكمون، طبعا الملح. دلوقتي انا جبت حله وحطيت ورق لوري وقرفه وهحط الرز. حطيت الرز على الورق اللوري، بعدين احط ملح وهقلب كده وهشوحه شويه. دلوقتي هزود الشوربه اللي انا سلقت فيها اللحمه وهقلبه كده، وادي البسله هشوحها كده شويه، وبعدين احط عليها اللحمه. هحط دلوقتي اللحمه القطعه اللي انا قطعتها، وبعدين كمان اللحمه المفرومه هحطها، بس هستنى شويه لما اللحمه دي تتحمر. دلوقتي هحط اللحمه المفرومه اهي واقلب كده، والعين التانية انا حاطه الرز مستنياه يستوي، واقلب كله في بعض. دلوقتي جبت طاسه وحطيت فيها شويه زيت، وهحط المكسرات بتاعتي كده وهقلبها، ان الوصفه دي بتحب المكسرات. دلوقتي هحط المكسرات على اللحمه والبسله، وانا دلوقتي مستنيه الرز بس يستوي. هنقلب كله في بعض اهو كده. ادي الرز واحط الخلطه بتاعتي، اللحمه واللحمه المفرومه والبسله كل ده، واقلبه في بعضه. وهنحشي الجلاش اهو، شايفين كل ده هنحشيه مع بعض دلوقتي. ادي الرز الخلطه بتاعتي اهي، وادي الجلاش. هجيب الورقه كده وهطبقها، بس قبل ما اطبقها انا هحط سمنه في النص كده، وبعدين اتنيها بالشكل ده، واجي في طبق احطها كده، واحط سمنه برضو، وبعدين احط اللحمه بالرز هنا كده، وبعدين اقفل عليها
بالشكل ده اهي. واحط سمنة، انا مجهزة الصينية، وبعدين احطها كده على الناحية التانية اهي بالمنظر ده اهي. وبعدين احط السمنة عشان الجلاش ما ينشفش. واعمل كمان واحدة اهي. اول حاجة احط السمنة كده، وبعدين اتني الورقة بالشكل ده، وبعدين احطها في البولة كده، واحط برضو سمنة كده، واحط الرز خلطة خطيرة. وبعدين هقلبها كده واحطها بالشكل ده هنا. ادي بعد ما حشيتها وحطيت على الوش السمنة، دلوقتي هحطها في الفرن مولعة على درجة حرارة 200. الاول هسويها من تحت، وبعدين هولع الشواية من فوق علشان تاخد وش. ادي بعد ما طلعت من الفرن زي ما قلت لكم، ده الاوزي السوري. ومفيش مانع ان احنا نجرب الاكلات الشامية وهنجربها معاكم. يا رب تعجبكم. لو عجبتكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة. دي اهو شايفين، ده الاوزي السوري.